ليه أتحمل خطيئة آدم؟ السلام عليكم. ليه أتحمل خطيئة آدم؟ بعض المعترضين يسأل سؤال يقول لك ليه أتحمل خطيئة آدم؟ وكمان بيقول لك إن آدم هو سبب طلوعنا من الجنة، أكل من الشجرة فطلعنا كلنا من الجنة. طيب خلينا نتفق من الأول إن السؤال ده أصلا مبني على أساس غلط. الإسلام ما قالش إننا انطردنا من الجنة بسبب ذنب آدم، لا طبعا. الدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى المقصد إن الأرض كانت هي المقر الأساسي لآدم. آدم اتخلق علشان يسكن الأرض، آدم اتخلق علشان يسكن الأرض. طيب الجنة بقى، الجنة كانت مرحلة اختبار لآدم، مش دار إقامة دائمة. ثم آدم ما طلعناش من الجنة، آدم ولا خرجني ولا خرجك من الجنة، لأن أصلا وقت خروج آدم عليه السلام من الجنة أنا وإنت ما كناش في الوجود أصلا. كان اللي موجود في الجنة هو آدم وزوجته حواء، وبرضه وقت الخروج من الجنة كان اللي خارج من الجنة آدم وزوجته حواء. يعني ما كانش فيه خروج جماعي للبشرية من الجنة وقتها. ثم أنت ولا تحملت خطيئة آدم ولا ورثت معصية آدم عليه السلام. الدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. يعني ربنا بيقول لنا إن مفيش حد بيشيل غلط غيره، ومفيش حد بيتحاسب على ذنب غيره. فمفيش حاجة اسمها أصلا ذنب بيتورث، ولا في حاجة اسمها عقوبة بتتنقل. وكمان مفيش حاجة اسمها إحنا تحملنا خطيئة آدم. آدم عليه السلام أخطأ ثم تاب لربنا سبحانه وتعالى، ثم تقبل الله توبته. يعني أخطأ وتاب وربنا تقبل توبته. ربنا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى الموضوع ده ملف مقفول من زمان. يبقى احنا موجودين على الأرض ليه؟ احنا هنا في دار اختبار واختيار، علشان كل واحد فينا يقدم اللي هيكون سبب دخوله الجنة أو سبب دخوله النار. لذلك تلاقي أسئلة كتير في الموضوع ده، من ضمنها السؤال بتاع إن آدم عليه السلام هو سبب خروجنا من الجنة. احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى أصلا الأرض كانت المقصد من البداية، فما تظلمش آدم وتقول آدم هو اللي خرجنا من الجنة. لا، ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالأرض كانت هي المقصد. أما الجنة قلنا كانت دار اختبار واختيار لآدم، مش دار إقامة دائمة. كمان تلاقي واحد بيقول لك يبقى آدم الذنب بتاعه أثر علينا لحد النهاردة بسبب إنه ارتكب معصية، فإحنا ورثناها منه، علشان كده لحد النهاردة إحنا بنرتكب الذنوب والمعاصي. لا يا فندم، كلامك غلط. لأن آدم عليه السلام لما أخطأ وتاب لربنا سبحانه وتعالى مفيش ذنب ذكر لآدم بعد كده غير الذنب الوحيد اللي هو عمله، إن هو أكل من الشجرة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نهاه عنها. وآدم عليه السلام كان عنده اختيار، وإنت عندك اختيار. فأنت ما ورثتش عنه معصية ولا حاجة، أنت ما خدتش منه معصية ولا حاجة. أنت ولا ورثت معصية آدم ولا أخدت عنه ارتكاب المعاصي. فبلاش كل حبة تظلم آدم إنك أنت تروح ترتكب ذنوب ومعاصي وتقول لي السبب في كده آدم، أنا ورثت عنه المعصية. بلاش كل شوية نظلم أبونا آدم. كمان تلاقي واحد بيقول لك طب ليه ربنا سبحانه وتعالى حط الشجرة دي أصلا لآدم؟ ليه ربنا حط الشجرة دي أصلا لآدم من الأول؟ باختصار يا صديقي العزيز، قلت لك الجنة كانت مكان لاختبار آدم عليه السلام، والاختبار مش هيحصل غير لما يكون في شيء مسموح به وشيء غير مسموح به. وآدم عليه السلام كان مسموح له أكل أي شيء من ثمار الجنة ما عدا شجرة واحدة. فكان لازم آدم عليه السلام يمر بالامتحان ده والاختبار ده علشان هو يعرف، وإحنا كمان نعرف يعني إيه طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وكمان نعرف مدى عداوة الشيطان وكرهه لينا، وكمان نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى
لما بيمنع عننا شيء بتكون في مصلحتنا. ورسالة لكل واحد زعلان من خروج آدم عليه السلام من الجنة. ربنا سبحانه وتعالى وعد عباده بإن اللي هيآمن بربنا سبحانه وتعالى ويطيع ربنا سبحانه وتعالى ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى هيكون جزاؤه دخوله الجنة خالد مخلد فيه. فأنت لو أنت زعلان قوي من حكاية خروج آدم عليه السلام من الجنة، آمن بالله وطيع ربنا سبحانه وتعالى وعيش على كده وموت على كده، وإن شاء الله ده يكون جزاء دخولك الجنة في الآخرة بإذن الله. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، وإن شاء الله أشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.